أهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهاردة هنعمل مع بعض الكريسبي فيش فينجرز أو أصابع السمك المقرمشة. بصوا شكله جميل ازاي. عاوزة أقولكم لو عندكم حد ما بيحبش السمك جربوا الطريقة دي وهيعجبه جدا. أنا جبت حوالي كيلو إلا ربع من السمك الفيليه وقطعته قطع طويلة كده زي التشيكن تندرز أو زي ما بنعمل الفراخ الكريسبي بالطول كده، وتبلته بتتبيلة عملتها معاكم قبل كده. هكتب لكم مقاديرها على الشاشة زي ما انتوا شايفينها، وهنسيبه في التتبيلة دي حوالي ساعة مش أكتر من كده عشان السمك بتاعكم ما يتهريش قبل ما نجهز الكفر بتاعه. للكمية دي من السمك هنحتاج كوبايتين من الدقيق وعليهم معلقتين كبار من النشا، وكمان هنحتاج توابل بابريكا وفلفل اسود وكركم وشوية من التوم الباودر. نحط كل ده على الدقيق ونقلبه كويس، وممكن كمان تزودوا ملح او تزودوا شوية من الفيجيتار لو تحبوا. وهنبتدي ناخد قطع السمك ونرجها كويس في الكيس. انا بحب قوي اعمل طريقة الكيس، بتبقى سريعة وما بتبهدلش الدنيا. وبعد كده هنطلع القطع ننزلها في مية باردة من الحنفية عادي خالص، ونرجعها تاني جوه كيس الدقيق علشان نعمل لها كفر للطبقة التانية. اهم حاجة ان احنا نرجها كويس قوي جوه الكيس عشان نتأكد انها اتغطت حلو وعملت التكستشر اللي احنا عارفينه بتاع الفراخ الكريسبي او السمك الكريسبي. وهنجهز مجموعة مجموعة، مش هنعمل الكمية كلها، وعلى طول ناخدهم على الزيت السخن ومش هنحركهم في الاول لغاية ما تبتدي تاخد لون حلو. تاخد اكتر من 4 دقايق وهتلاقيهم طلعوا باللون الجميل دوت، ونبتدي نكون جهزنا مجموعة تانية ونحطهم في الزيت. بصوا شكل القرمشة بتاعته عامل ازاي، ومن جوه لونه فاتح ومستوي وطري جدا. بجد طعمه احلى من الفراخ المقلية وخفيف، وطعم التتبيلة بتاعته حلوة قوي. خلصنا كل الكمية بتاعتنا. ممكن تعملوها بقى في الساندوتشات كده بالطحينة وخس او سلطة، او ممكن تقدموها جنب رز صيادية. جربوا السمك بالطريقة دي وقولولي رأيكم، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.